السلام عليكم. اليوم فيديونا على الملفيه الحار يلي هو ينتمي لنوع من الطواجين يقدم في شهر رمضان أو في مناسبات بالشكل الأنيق هذا. وهنا أول شيء بدأنا بصدر الدجاج يكون متنظف مليح وجاهز للاستعمال، قصيناه قطع زي توا قدامكم وحطيناه في ست البيت. زدنا عليه راس بصل صغير وزدنا عليه فصوص تومة وزدت عليه ورقة حبق فيه يقدر يستعمل مع دنوس عادي. وضفت عليه بهاراتي اللي هم ملح وفلفل أسود، تابل دجاج، تابل تونسي، جنزبيل، شوية بودرة بصل وشوية تومة ورشة كليل ملح. ما ننسوش كشيكان جبنة كريمي وكشيكان هريسة عربية. وبعدها قصيت البطاطا شرايح بالشكل الموضح، وهنا خديت زوز دحيات زدت عليهم فلفل أكحل وزدت عليهم ملح وخلطتهم وزدت عليهم رشة خل زي ما موضح قدامكم. خديت الطاجين متاعي دهنتها وغلفتها بورق الزبدة وستفت فيه البطاطا الشرايح متاعي. طبعا قليتها قلية خفيفة في الزيت باش تساعدنا في الطياب في الكوشة. وهنا صبيت جزء من خليط البيض اللي درتها بكري قدامكم، وتوها بدأت نوزع في الدجاج المفروم اللي ريحتها في ست البيت بالشكل هذا. ضفنا بطاطا بعدين دجاج بطاطا بعدين دجاج الوجه الأخير.